بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: قال يقول الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قال يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أكثر الناس ولو حرصت على إيمانهم بمؤمنين فإن مداركهم ومقاصدهم قد أصبحت فاسدة، فلا ينفعهم حرص الناصحين عليهم ولو عدمت الموانع بأن كانوا يعلمونهم ويدعونهم إلى ما فيه الخير ودفع الشر عنهم من غير أجر ولا عوض، ولو أقاموا لهم من الشواهد والآيات الدالات على صدقهم ما أقاموا. أي أن كثير من الناس ضالون ولا يعقلون. وما أكثر الناس ولو حرصت، أي يا محمد، كثير من الناس ليسوا بمؤمنين، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يفقهون. وإن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولو حرصت، أي بذلت ما بذلت وبينت لهم الدلائل والبراهين على صدق ما جئت به وعلى طريق الحق والهدى، فإن ذلك لا ينفعهم، لأن مداركهم ومقاصدهم قد أصبحت فاسدة، فصاروا يرون الحق باطلا والباطل حقا. صاروا يرون الحق باطلا والباطل حقا، ولأنهم قد ردوا أول ما جئت به، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ففي هذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وتسلية أيضا لمن سار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم واقتفى أثره واستنى بسنته وقام بما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى الله، من أن أكثر الناس في إعراض، وأكثر الناس من الضالين. وإن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وما على الداعية إلا البلاغ المبين، كما كان على النبي صلى الله عليه وسلم: إن عليك إلا البلاغ، كما قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا تذهب حسرات العبد ويندم ندما كثيرا، حتى لربما بعضهم ترك أمر الدعوة إلى الله، بسبب أن الناس لا يتبعون الهدى، وأن الناس لا يستجيبون. فالله عز وجل يقول لنبيه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن عليك إلا البلاغ. أنت بلغ، والهداية بيد الله. أنت عليك أن تبين الطريق، والهداية بيد الله عز وجل. قال: ولهذا قال، أي قد يكون هناك موانع لهم عن
عدم اتباعهم للهدى وعدم إيمانهم بأن يكون ذلك الذي يدعو يطلب الأجر منهم أي العوض، ولكن ليس كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يطلب منهم عوض، قد زال هذا المانع، ومع ذلك كثير منهم ليسوا بمؤمنين. قال: ولهذا قال: وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين يتذكرون به ما ينفعهم ليفعلوه وما يضرهم ليتركوه. أي قد يكون هذا مانع، أن الذي يدعو يطلب العوض، فقد يرد، هذا يريد منا فقط مال، ما يريد أن يدعونا إلى الحق، هذا يريد منا عوض، ما يريد أن يدعونا إلى الحق صحيحا. فلذلك لربما كان ذلك مانعا، لكن قد انتفى ذلك المانع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الحق بدون مقابل عوض. قال: وكأي أي وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها دالة لهم على توحيد الله وهم عنها معرضون. أي الآيات الكونية، السماوات، الشمس والقمر والنجوم والأرض والأشجار والحيوانات الفواكه والخضروات باختلاف أنواعها، مع أنها تسقى بماء واحد، ومع ذلك تختلف أشكالها وألوانها، طعامها ذوقها يختلف. هذه آيات كثيرة، والله عز وجل أمر العباد بأن يتدبروا في هذه الآيات وأن يتفكروا فيها. أفلم ينظروا أولم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، وغير ذلك من الآيات. ولكن الكثير من العباد لا يتفكرون في هذه الآيات ولا يتدبرون فيها، فتمر عليهم وهم عنها معرضون. وإلا لو تدبر العباد إلى حقيقة هذه الآيات لوجدوا أن لها خالقا عظيما، وهو واحد أحد لا شريك له، فبذلك يجعلهم يؤمنون بالله عز وجل ويخلصون له العبادة. ولكن كما قال الله عز وجل: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. قال: ومع هذا إن وجد منهم بعض الإيمان فلا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهم وإن أقروا بربوبية الله تعالى وأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، فإنهم يشركون في ألوهية الله وتوحيده. أي قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ما ذكر العلامة السعدي وغيره، أي أنهم يؤمنون. ما هو الإيمان هنا؟ أنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية، كما جاء عن ابن عباس عند تفسيره لهذه الآية، قال يقال لهم: من خلقكم؟ يقول الله. من خلق السماوات؟ يقولون الله. من الذي يحيي ويميت؟ يقولون الله. من يرزق من السماء؟ يقولون الله. هذا هو الإيمان المذكور في هذه الآية، ولكنهم يشركون في توحيد الألوهية، فيدعون غير الله ويعبدون غير الله ويتوكلون على غير الله ويخافون من غير الله ويستعينون بغير الله. هذا هو الشرك، ولا ينفعهم هذا الإيمان بتوحيد الربوبية. وقال بعضهم أن المراد وما يؤمن بكتب الله النفاق الاعتقادي. النفاق يظهر، المنافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وهل ينفعه ذلك؟ لا ينفع ذلك. والآية تشمل جميع هؤلاء، تشمل الذين
يقرون بتوحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية. تشمل أيضا المنافق، وتشمل أيضا الذي يعمل العمل رياء. يعمل العمل رياء. الأصل أن العمل إيمان بالله، لكنه باطل لا يقبل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى أن الله عز وجل قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء، وهو الشرك الخفي، أخفى من دميب النمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: أن يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. فمع الرياء لا تقبل الأعمال، بل ترد الأعمال التي راى العبد فيها. نسأل الله الإخلاص في القول والعمل. قال: فهؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الحال لم يبق عليهم إلا أن يحل بهم العذاب ويفجأهم العقاب وهم آمنون، ولهذا قال: أفأمنوا، أي الفاعلون لتلك الأفعال المعرضون عن آيات الله، أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أي عذاب يغشاهم ويعمهم ويستأصلهم، أو تأتيهم الساعة بغتة، أي فجأة وهم لا يشعرون، فإنهم قد استوجبوا لذلك، فليتوبوا إلى الله ويتركوا ما يكون سببا في عقابهم. أي بعد ذلك قال الله عز وجل: فهؤلاء الذين يمرون عن آيات الله وهم عنها معرضون، والذين يؤمنون بتوحيد الربوبية ويكفرون بتوحيد الألوهية. وهذا لا ينفع. الإقرار بتوحيد الربوبية لا ينفع العبد إذا كان مشركا في توحيد الألوهية. فهؤلاء الكفار كانوا يقرون بتوحيد الربوبية: قل من يخلقكم من السماء والأرض، قل من يرزقكم، قل غير ذلك من الآيات. سيقولون الله، فهم يقرون بتوحيد الربوبية، ولكن مع ذلك هل نفعهم ذلك؟ لا. قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الله عز وجل أنهم كفار في كتابه، وكذلك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فلا ينفع الإقرار بتوحيد الربوبية مع الإخلال ومع الإشراك في توحيد الألوهية. فالكفار قد كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. فهؤلاء الذين يمرون عن آيات الله وهم عنها معرضون ويؤمنون بتوحيد الربوبية، لكنهم يشركون في توحيد الألوهية وغيرهم كالنفاق الاعتقادي، فهؤلاء ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل بعذاب يعمهم فيستأصلهم، لأنهم خالفوا أمره وعملوا بالسبب الموجب لعقابهم، وهو الكفر بالله عز وجل وعصيان الله عز وجل وعصيان رسوله وعصيان الله عز وجل وعصيان رسوله. أو تأتيهم الساعة بغتة، أي فجأة يأتيهم الموت، أو قيام الساعة. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.